يأتي أناس يقول ما أهمية هذا التوحيد الذي دائما تقولونه، دائما ترددونه، ما أهميته في حياة الناس؟ له أعظم الأثر في الدنيا وفي الآخرة. أما أثره في الدنيا فهو الحياة المطمئنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي الآخرة أعظم أثر أن تموت وأنت لا تشرك بالله شيئا. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك تأصيل هذا التوحيد هو أعظم بر بالناس وأعظم إحسان إلى الخلق.